ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل طاجن اللحمه بالخضار. خضار كده مشكل. بس بطريقه كده مختلفه عن اللي انا بعمله شويه. حبيت اغير لكم بس في الطريقه دي حلوه جدا. من غير ما نسلق اللحمه يعني، وفي نفس الوقت هنسوي برضو اللحمه، مش هنحطها نيه في الطواجن. بس هنسويها كده بطريقه حلوه كده، تخلي طعمها حلو غير اللحمه المسلوقه. وبعد كده بنديها الطعم في الطواجن، لا دي هنديها كمان طعم في الاول. وهتبقى حلوة جدا جدا جدا. انصحكم بالطريقة دي تعملوها في اي طاجن. طبعا كل واحد وظروفه، عايز يسلق اللحمة عشان يوفر وقت. بصوا، اول حاجة بقى هنعمل، انا هنا عندي سخنت الحله، حطيت فيها شويه من الزيت. ودي كانت قطعه كده من الدهنه، قطعتها برضو معاها عشان تسيح. وبعد كده بقى اول ما ساحت وخلاص الزيت سخن معايا والدهنه بتاعتي ساحت، هنزل بقى باللحمه. اللحمه انا مقطعاها مكعبات كده صغيره شويه، آه، اكبر من كباب الحله شويه واصغر من قطع اللحمه العاديه اللي بنقطعها. ليه بقى؟ علشان تاخد معايا تشويحه حلوه، ما تاخدش وقت في السوى، وتتبل كويس معايا جدا، واخد منها طعم ونتيجة حلوة جدا. هشوح كده اللحمة في الزيت بتاعنا او السمنة او اي مادة دهنية اللي انت تحبيها، وهنقلبها. بصوا انا عايزة اوريكم بس انها خدت، يعني بصوا هتاخد لون ذهبي خفيف كده. وبعد كده هنزل بالمكونات بتاعتي، تاخد كده صدمة خفيفة علشان اتبلها كويس. بصوا بقى، انا هحط التوابل من الاول لان هي كده كده مش هتاخد معايا وقت. حطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وحطيت ده حبهان وورق لورا مطحونين مع بعض. انا بطحنهم واحطهم في برطمانه وبتبل بيهم. بصوا، طبعا هو الفلفل الاسود غمق معايا اللون، بس انا بحب الفلفل الاسود جدا. وما تخافوش، مش هيغمق معاكم، مش احنا مش هنحتاج شوربه ولا حاجه، مش هنعمل شوربه، فمش هيغمق معانا الاكل، هيخليه حلو وجميل جدا. بحط الفلفل الاسود من الاول عشان يتبل معايا كويس جدا. بصوا، أنا بعد كده نزلت بقى بالبصل. اول لما خدت معايا لون حلو اتشوحت كويس، نزلت بالبصل. بعد ما البصل يدبل يا جماعه، نبتدي نحط التوم. انا حطيت شرايح كده من التوم. لو هتحطي مفروم تستني كمان شويه، او ممكن تحطيه. انا هنا كنت بمسح الكاميرا عشان خاطر البخار عامل شبورة على الكاميرا، فمش مبين التصوير كويس. بصوا بقى، هديها تشويحة كده حلوة جدا، وخلي البصل يدبل كده. اللحمة هتشرب من البصل وهتتبل كده ويبقى حلو. اول ما البصل يدبل معايا هروح اوطي النار خالص واسيب، اغطي الحلة واسيبها لحد ما اللحمة تنزل المية بتاعتها وترجع تشربها تاني. هتنزل المية، هتبقى مية بالبصل، وفي الاخر هتشربها تاني. يبقى كده اللحمة عندي اتطعمت بطعم البصل وخدت من كل البهارات اللي احنا حطيناها. بصوا، هي خلاص كده 3/4 سوا، فاضل لها يعني شوية كده. هنخلي بقى الربع الاخير ده طبعا يعني قد نص ساعة ولا حاجة، هنحط بقى الخضار بتاعنا. بصوا انا مسحت الكاميرا هنا، معلش انا بعتذر، عشان خاطر بس بصور بايدي، الحامل بتاع التصوير مكسور، فمضطرة ان انا اصور بايدي، فالبخار بيطلع بقى على الكاميرا، انتوا عارفين. آه، اهم حاجة ان انتوا تبقوا سامعين الخطوات وشايفين برضو التصوير كويس. بصوا بقى، خلاص اللحمه بتاعتي شربت الميه بتاعتها واتطعمت طعم البصل. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره جدا 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 لما بتطعم بطعم البصل. بعد كده بنحط بقى الطماطم ونسيبها كده تغلي لحد ما الطماطم تتسبك كويس جدا. شايفين؟ اول لما خلاص السمنه او الزيت طلعوا على الوش كده، وش الطماطم، يبقى كده الطماطم عندي اتسبكت كويس جدا. تبدأي بقى تحطي الخضار بتاعك. انا عندي كوسة وجزر وبطاطس. لو عندك بسلة حطي، عندك فاصوليا خضراء حطي، الخضار اللي انت عايزة تحطيه حطيه. انا حطيت كوسة وجزر وبطاطس. ما عنديش بسلة، لو عندي بسلة كنت حطيت معاها. هنقلب كده. بصوا بقى، انا هحط مكعب مرقة وهحط شوية مية لان انا ما عنديش شوربة، ما عملتش من اللحمة شوربة، انا سبتها كده تنزل ميتها بالبصل واستوت فيها. هحط بقى شوية مية كده ومكعب مرقة علشان خاطر الخضار ده محتاج برضو سوائل علشان يستوي، وكمان اللحمة تكمل التسوية بتاعتها. انا مش هكمل التسوية بتاعتها على الاخر، لا انا هسيبها كده تغلي غلوة 2. وبعد كده اول ما الخضار يبدأ يدخل في التسوية هروح احط كل الخليط بتاعنا ده في الطواجن. بصوا اهو، يا دوب قلبته كده وغطيت الحلة. اول لما غلى بصوا هتشوفوا الشكل. بصوا غلى كده خلاص، الطماطم اتفاعلت كده. شايفين السمنة اللي من فوق دي؟ يبقى كده الطماطم بتاعتي مسبكة وواصلة لدرجة كويسة جدا. هنجيب بقى الخضار بتاعنا، هتجيبي بقى الطواجن الحلوة بتاعتك وهتملي. بص، انا في حاجه حلوه كده بحب اعملها، بحب اخلي اللحمه من تحت
والخضار من فوق علشان اللحمة تبقى دايبة وتستوي وما تنشفش معايا. فبحط اللحمة من تحت وبحط عليها الخضار، وفي الاخر اي شوية صوص ولا اي صلصة في الحلة، اي سوائل، بروح مغطية بيها ايه الطواجن بتاعتي، علشان لا الخضار ينشف ولا اللحمة تنشف معاكي، لانها هتبقى في الفرن متعرضة للحرارة. فممكن لو حته قطعه لحمه كده باينه من فوق ممكن تحرق معاكي لو انت مش مغطيه ورق مش مغطيه الطواجن بتاعتك. عايزه اقول لكم بقى حاجه، لو انت حاسه ان اللحمه مستويه خلاص، حطي الخضار بتاعك في الطاجن، ولعي الفرن، ما تولعيش الشوايه، ولعي الفرن، حطي الطواجن بتاعتك، هتغلي غلوه والتانية، وبعد كده دقيقتين بس، اطفي الفرن دقيقتين وروحي مولعه الشوايه دقيقتين بس 2، هتلاقي الطاجن بتاعك لما غلى مع بعض كده بقى لونه كده. الصلصه لما بتغلي في الفرن غير لما بتغلي على البوتاجاز، بتبقى لونها كده احمر كده وحلوه وجميله. سيبيه يغلي شويه وبعد كده ولعي الشوايه دقيقه واحده، وخلي الشبكه بعيد عن الشوايه عشان ما تحرقلكيش الطواجن ويبقى شكلها حلو. بصوا اهو زي ما انا قلت لكم، بحب اغطي كده كل الطاجن بتاعي بالصلصه علشان ما فيش حاجه تحرق معايا. حطيت بقى لو اللحمه بتاعتك مش مستويه، غطي الطواجن بتاعتك بورق فويل لحد ما تضمني ان هي استوت، وبعد كده تشيلي ورق الفويل، تولعي الشوايه، برضو الشوايه الشبكه تخلي الشبكه بعيده عن الشوايه دقيقتين 2، هتلاقي اللون كله احمر كده وفي نفس الوقت ما تحرقش معاكي. شايفين اللون ده؟ بصوا بقى هدخلهم خلاص الفرن وهتشوفوهم دلوقتي لما يطلعوا. عايزه اقول لكم لو عجبتكم الطريقه دي جربوها، انا متاكده ان انتوا هتعتمدوها وتجربوها في كذا وصف. متنسوش اللايك للفيديو علشان يرفع الفيديو، وما تنسوش لو اول مره بتشوفوا الفيديو او تشوفوا قناتي تعملوا اشتراك على القناه وتدوسوا على علامه الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات، عشان في ناس بتقول ما بيوصلهاش الفيديوهات، فدوسوا على علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات بتاعتي. وبصوا بقى الطواجن طالعه شكلها تحفه، محمره كده وحلوه جدا جدا، في نفس الوقت محمره وفي نفس الوقت مش محروقه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.